ساعة. مسألة وملف المعطل على العمل من طالب بثلاثهم التوا ما لقاش النور، ما خرجش للنور. شنو هو المشكل؟ والله هو معناتها كالجنين الميت، لطالما ما ثمش إرادة حقيقية. خلينا نقول على الأقل انتداب الدفعة الأولى، خاطر اليوم راهي مسألة نتاع قانون صادر في الرائد الرسمي مثله كالقانون السابق 38 ينجم يكون، فهمت؟ لطالما منصة مازالت والأوامر الترتيبية مازالت، وهذه كلها يعني زي ترى اللي يعني هو يعني المعطلين على العمل هو انتداب الدفعة الأولى. على الأقل المعطل على العمل يشوف ان ثم مصداقية في الدولة، فهمتني؟ مصداقيته في الدولة تقتضي انه انتداب الدفعة الأولى يكون حاليا معناتها على الأقل في شهر مارس، مش معناتها تو معناتها من شهر ديسمبر تاريخ صدور قانون عدد 18 في الرائد الرسمي إلى يومنا هذا ما ثمش حتى معناتها إرادة حقيقية لإصدار المنصة الرقمية، وما ثمش إرادة حقيقية لإصدار أوامر ترتيبية. وحتى واحد ما هو معناتها اليوم ما يعرف حقيقة الملف هذا وين ينجم يمشي بينا بالضبط، حتى انه باش ما نزيفوش الحقائق وكل مره يخرج لنا زميل يقول راهي نعرف حتى اعتمادات الدفعه الاولى قداش فيها بالضبط. هذه كل راهي مغالطات، مجرد انه نائب تو قابل قال ما ثمش الحق الامر متعلق بالميزانيه، كانوا الامر معناتها الحق كانوا الامر معناتها في حد شيء للتو، حتى الميزانيه للتو مازال ما يعرفوش عليها. اسكو هي نجم يرصدوا الملف هذا يرصدوا له معناتها ميزانيه باش ينجموا ينتدبوا به الدفعه الاولى ولا لا؟ كلام سيد النائب عن جهه اي انت شنو رايك في الكلام هذا يقدم ولا يرجع؟ هذا مش هذا انا نعتبره بركان في وسط معناتها الملف كامل. علاش؟ يعني انت ناس تناظر من سنوات، يكفيش انه زاد معناتها خلينا نقولوا نحن الواحد في حقبة حكم السيد الرئيس قيس سعيد مرينا بقانون عدد 38 وزاد تو مرينا بقانون عدد 18 وللتو ما مرينا فيه قانون 38 قبل ومشى على روحه، وكأنه قانون 18 على حسب كلام النائب وعلى حسب الناس الجمود هذا والسكوت هذا كأنه على طريقة القانون عدد 38. خلينا نحكي بيش احنا راهو الناس خلقنا ربي سبحانه عنا عقولات نفكروا بها، عنا تمشي. احنا نشوفوا تو انه ما ثمش بالرسمي ثم ديزيتاب تو ما فيهمش مش قاعدين نتحرك مثلا، فهمتني؟ وما ما انا قلت لك راهو المنصه الرقميه زي ما نحكيش عليها ينجم يحل لك المنصه وتجي سامحني تتربع فيها وتقعد وقعد السنه يربح بيك شوي وقت وزاد. معنا شنو يلزم المطلوب؟ شنو المطلوب هو فتح الباب لانتداب الدفعه الاولى. هذاك هو نجيب لك كونكليزيون جينيرال من الاخر باش المعطل على العمل ترجع له الثقه ويفهم انه بالرسمي القانون عدد 18 ما ينجمش يكون على خطى قانون عدد 38، يلزم تفتح الباب للدفعه الاولى. خلينا الناس تفهم، مو على الاقل ولا الناس تاني يقول لك مو على الاقل ثم ناس قاعدين يعيطوا لها تو شخص، اما تو كل شيء حابس، مناص حابسه، اوامر ترتيبيه حابسه، يخرج لك السلطه التشريعيه هو لا ثم اللي يقول لك ما خطيه الامر لا امر تابع، وهو كسلطه رقابيه يعرف هو اللي قابل وزاره الماليه ويعرف الوزاره كيفاش تفكر ويعرف الحكومه كيفاش تفكر ويعرف الرئاسه كيفاش تفكر، هو يتابع في الامر يعني هو شرع القانون، دونك هو معني بالمتابعه والمراقبه. لكن القانون كي يصدر في الرائد الرسمي ويكون فما فصل مخول في القانون في قانون الماليه يقول له هذه زاد ارضيه باش يطبق القانون. اي طبعا حتى في قانون عدد 38 كانت صدر في الرائد الرسمي وفصول موجود فيها ارضيه ان يتخول انه القانون باش يطبق، كان هذاك ممكن العالم مش في القانون المالي مش فصل يأكد أن هناك ضمانات مالية. ثم فصل يستدعي انتداب 10,000 معطل على العمل بقيمة كذا كذا في الوقت كذا كذا، وما على قانون صادر في الرائد الرسمي كيكا
ما يصيرش قانون صادر في الرائد الرسمي قانون من قوانين الدوله، لان نحكي انا على دوله ذات سياده مع قوانينها تبدا صادره في الرائد الرسمي مهما كان الحاكم هنا تطبق. واضح. كلمه اخيره شنو نجم نقولوا؟ كلمه اخيره دعوه لجميع الزملاء كافة انحاء الجمهوريه المعطلين على العمل الفاهمين الوضعيه وفاهمين الملف لانهم يفكروا رواحهم شوي، مش اي ما حاجه يصدقوها ومش اي ما حاجه يبنوا عليها ويتبعوا ملفها من الاخر. هذا الملف هذا في حاجه واضح. الى المتابعه واضح. شكرا والتحرك ان شاء الله يكون في